بنذكر للمرحوم الأستاذ ممدوح الليثي ما قدم للمجتمع المصري من نصائح وعظات في صورة يقبلها الصغير والكبير، ونسأل الله له الرحمة، ولعل التربية التي ربى بها أبنائه وما شاهدناه من صورة تمشي على الأرض بعد وفاته في متمثلة في الأستاذ عمرو الليثي ويعني أسرته الكريمة، ما يعزينا، ونسأل الله له الرحمة. فقدنا قيمة عالمية كبيرة لعبت دور هام في حياتنا، وفقدنا قامة عالية كانت على مستوى الأداء في كل موقع شغلته. فقدنا رائد من الرواد الحقيقيين في الإعلام المصري اللي ارتبط اسمه دايما بالنجاح الدائم. رحمة الله على ممدوح الليثي. باسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون بننعي الفقيد الغالي العزيز المرحوم ممدوح الليثي، علم من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسيناريست رائع خسرته الحياة الفنية، لكن حسبه أعماله العظيمة الباقية، وابنه الصديق العزيز الإعلامي الرائع عمرو الليثي، يا رب يتغمده برحمته، وبإذن الله تعالى لأسرته كل الصبر والسلوان ولاتحاد الإذاعة والتلفزيون. بنشيع يعني أحد الرموز الكبيرة التي خدمت صناعة السينما والفن في مصر يعني ما يزيد عن نصف قرن. الله يرحمه ممدوح الليثي، من روائع ما أنتج للسينما في السينما المصرية. تاريخ حافل بالإبداع وبالعطاء خلال كل هذه السنوات، لم يتوقف عن العمل حتى آخر لحظة في حياته، وكان مهموم بالوطن في صناعة السينما وفي القضايا والمشاكل التي يواجهها الوطن في المرحلة الحالية. ربنا يرحمه رحمة واسعة، ويعني أقدم عزائي لكل أصدقائه وتلاميذه وأسرته ولكل الشعب المصري. يصعب على الإنسان أن يودع صديق تزاملنا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان له عطاء مميز. هو الذي أنشأ قطاع الإنتاج، هو صاحب الإنتاج الوفير والإنتاج الراقي، ورحمه الله رحمة واسعة. البقاء لله. يعني لابد أن نذكر أنه يعني الفنان بيبقى بأعماله. ممدوح الليثي كان واحد من الفنانين اللي تركوا بصمة كبيرة جدا في الدراما التلفزيونية المصرية، وأعتقد أنه لأنه كان بيجمع بين الحس الفني والقدرة الإدارية. رحمه الله، والعزاء لأسرته ولكل الفنانين. فقدنا إعلاميا كبيرا ورجلا له عطاءه في مجال الإنتاج والسينما، وأعتقد أن هذا الجمهور الكبير جاء ليقول ويودع الرجل الذي لعب دور مهم جدا في الإعلام المصري، السيد ممدوح الليثي. في مثل هذه المواقف الصعبة لا نستطيع أن نقول حسب يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحم السيناريست الأستاذ ممدوح الليثي. الأستاذ ممدوح الليثي رحمه الله كان أحد أقطاب الإعلام في مصر، وهو راجل خدم الإعلام المصري إعلاميا وفنيا وثقافيا، وله أعمال عظيمة، وأنا بقول إنه ربنا يسكنه في فسيح جناته.